أهلا بيكم في نباش التاريخ. في يوم 19 نوفمبر سنة 1920 نشرت صحيفة The Jewish News of Northern California الأمريكية خبر بعنوان مجلة ألمانية لمهاجمة اليهود الإنجليز والأمريكيين. بيقول الخبر إن حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني بيستعد لإصدار مجلة تحت اسم Deutschland über alles أو ألمانيا فوق الجميع، وده بحسب برقية وردت من ميونخ. ويقال إن الشوفونيين في برلين بيمولوا المشروع ده، بس هنا مش موضح الخبر بيقصد مين في برلين. وبيكمل الخبر وبيقول إن الدعاية ضد اليهود الإنجليز والأمريكيين هتبقى أحد الأهداف الرئيسية للنشر في المجلة دي. طبعا ده الحزب النازي اللي مذكور في الخبر، والكلام ده قبل شهر من إن هم يشتروا صحيفة فولكشير بأوبختر أو مراقب الشعب، اللي هي الصحيفة المعادية للسامية اللي اتكلمنا عنها في حلقات فاتت. أما بالنسبة لجملة ألمانيا فوق كل شيء أو ألمانيا فوق الجميع، دي مش النازيين اللي سبقوها، بل دي اللي كتبها في قصيدته الشاعر أوجست هنريش هوفمان، وبقت بعد صعود النازيين مقطع من النشيد الوطني الألماني. وبعد سقوط النازيين ولغاية دلوقتي المقطع ده مش موجود في النشيد الألماني. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.